شيرين فوزي كان ذكر عنه، شيرين فوزي كان عنده اراده عنه، شيرين فوزي كان زملكاوي عنه. لا شيل الزمالك من على النعاش يا ريس، شيلنا من على النعاش يا ريس. انهينا ما تديناش ارض وما تعملناش اي حاجه. انهي بقى، انهي اقفل اقفلوه، اقفل يا ريس النادي ده، شكرا متشكرين. نادي الزمالك انتهى. انا بقول لك نادي الزمالك مع هؤلاء الاشخاص انتهى. احنا في حفره زمنيه غريبه جدا، صعبه. الزملكاويه عانوا معاناه غير طبيعيه في سنين كتيره جدا. بجد النادي ده عانى اكتر من اي نادي في العالم. انا ما شفتش مجلس في العالم كده، في العالم مش في الزمالك. انا الناس تيجي تقارن اللي كاتباه، اللي هيفضلوا برضو نفس اللي هتكتب، مش اللي هيكتبه مرتضى منصور. مرتضى منصور مين يا عالمي؟ ما تحط انت كده، لو انت بتحب مرتضى منصور وكتبته لي في الكومنتات فانت كده بتشتم مرتضى منصور. اي اسم يعني، اي اسم مقارنه بهؤلاء هو سبه للاسم الثاني. يعني اي اسم مش مرتضى بقى، اي اسم. هات واحد استاذ شيرين فوزي اللي جه في المئويه ده، لو قلت لي شيرين فوزي ولا هم شيرين فوزي كان ذكر عنه، شيرين فوزي كان عنده اراده عنه، شيرين فوزي كان عنده رؤيه عنه، شيرين فوزي كان زملكاوي عنه. اللي جاي يقارن يا جماعه فانت بتشتم اللي انت بتقارنه اصلا. ده مبدئيا صباح الفل. نادي الزمالك انتهى. انا بقول لك نادي الزمالك مع هؤلاء الاشخاص انتهى. علشان احنا اتعودنا ان النادي بتاعنا يبقى متواجد في نادي ينافس في البطولات، نادي يبقى موجود، نادي يبقى له كيان، نادي يبقى له مجلس اداره، نادي يبقى له جماهير، نادي يبقى نادي عنده لعيبه. لكن النهارده بالمنظر ده لا، اقفلنا يا جماعه بقى. احنا خلاص يا عم، ومش هقعد اجادل معاك في اي حاجه. اصل العيب من عندنا. خلاص احنا خلاص اهو بقول لك العيب من عندنا. اقفل النادي، الناس على الاقل تبقى ارتاحت، الناس على الاقل تبقى عرفت اللي احنا خلاص ما فيش نادي بتشجعه. لكن كده بالمنظر ده لا، اللي بيحصل ده مش فشل، مستحيل يكون فشل. هقول لك عبقريه الناس اللي بتدير. هم قال لك ايه؟ مش هندفع الفلوس دلوقتي بتاعه ايقاف القيد. ها اوريك. هو حامد حمدان مثلا، تمام. حامد حمدان، نتكلم على حامد حمدان بسرعه سريعه. حامد حمدان، كل الناس اللي بتدير الكوره في نادي الزمالك، في نادي الزمالك بتؤكد ان هو معانا في يناير. القصد من الكلام ايه؟ اللي فيه فك قيد. افهم معايا، خد تعالى يا حبيبي، انت زملكاوي انا فاهم، انت عارف انا بقول لك ايه. كده في فك قيد، صح؟ يعني هم عندهم فك قيد، فهم مش عايزين يدفعوا ليه طالما في فك قيد وحامد حمدان معاك. بقى العبقريه الاداريه المرعبه اللي هي في ايه؟ اللي احنا مش هنفك القيد دلوقتي، ما احنا ما بنجيبش صفقات، ده لسه في شهر واحد. شوف بقى اللي ده، ما هو يا غبي يا اللي ما مسكتش شركه شيبسي، حتى ما مسكتش شركه لب. ها يا غبي، العيال دي الازمه اللي حصلت دي هي عيب اداره. تمام؟ لما العيال دي تعرف ان انت في ازمه ايقاف قيد، يعني هتلعب بيها، يعني انت هتلعب بيهم، صح؟ هتعمل ايه؟ اللي هيتاخر له بسرعه يروح يرفع عليك شكوى. فانت بتعمل ايه؟ بتخسر اصولك. لان هو النهارده ممكن يسيبك ويمشي بدل اي لاعب انت حتى شايفه وحش. حتى شيكو بنزا ده اللي هو اقل حد، يعني مش هجيب لك خوان ولا بنتايج ولا ما هو انت النهارده لما الواد ده هيمشي هتروح تشتري ولد جديد بفلوس اكتر. ها شوف المخ بنتايج ده ممكن يفسخ ويبقى حل للنادي الاهلي. لما جينا قلنا لو انا عندي صفقه واحده من زمان، الناس بقى دي اللي معانا يوتيوب، قلنا لو انا في ايدي صفقه واحده للنادي الاهلي اعملها في يناير، اجيب باك شمال، ما اجيبش فيرود ومساك. ده لو صفقه واحده يعني. وبالفعل النادي الاهلي الراجل بتاعه تروب قال ان انا محتاج باك شمال فانت كده بتحل للنادي الاهلي، بتدي له حل. صباح الفل.